السوق بقى في القاع والمبيعات واقفة في خلال الفترة الحالية في الجديد والمستعمل عن المعدل الطبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا عمرو من كار لافر، وفي الفيديو الجميل ده هندردش شوية عن احوال السوق في الفترة الحالية في الوقت الحالي. في الفترة الأخيرة والحالية سوق الجديد جاله شلل وقف البيع فيه بشكل كبير، وسوق المستعمل أصبح فيه حركة بيع وشراء كبيرة جدا، وأصبحت كل المعارض بيشتغل في المستعمل حتى لو كان بيشتغل في الجديد بس. مش بس كده، لا ده بقى في ناس من المستهلكين العاديين بقوا يتاجروا في سوق المستعمل. يعني بالبلد كده كل واحد معاه قرشين اليومين دول بيشغلهم في سوق السيارات وفي العربيات، وخاصة السوق المستعمل، لان سوق السيارات دلوقتي بتروح تشتري العربية بسعر، تاني يوم بترفع بسعر تاني اعلى من اللي انت اشتريت بيه امبارح. فبكده انت بتكون بتشغل فلوسك مع حركة السوق بدون اي مجهود. وفي برضه ناس بتبقى معاها قرشين بتحاول ان هي تحافظ على قيمة الفلوس دي، بحيث ان هي تجمد الفلوس دي في ذهب او في حاجة زي العربيات مثلا، علشان الفلوس دي ما تفقدش قيمتها مع الوقت. وبعد ما الناس اشترت وجمدت فلوسها وعملوا اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ده، اصبح ان كل الناس اكتفت دلوقتي، وكل الناس اشترت حتى لو هي من الطبقة الفقيرة او من الطبقة الغنية. فالناس كلها اشترت عربيات وكلهم خزنوا عربيات، وكله بدأ ان هو يعرض العربيات دي للبيع، مع العلم ان اصلا بعد ما كل الناس اشترت فما عادش حد هيشتري تاني. فالسوق دلوقتي اصبح كله واقف وكله بيعرض للبيع ومحدش بيشتري. طيب ليه دلوقتي اسعار العربيات بقت في السماء؟ يعني عربية مثلا زي النيسان صاني بقت بنص مليون جنيه، وعربية مثلا زي الهيونداي توسان بقت بتلعب فوق المليون 750. ده لان بيبقى الناس مش شاريه العربية، ولما تيجي تبيعها بيقول مثلا ان هي سعرها 500 الف جنيه، فانا دلوقتي واحد معايا نفس العربية عايز ابيعها، فلقيت واحد عارض ب 500 الف جنيه، فاقوم انا بايع ب 550 الف علشان انا اكسب اكتر في العربية بتاعتي. فيجي واحد غيري شافني انا عارض ب 550 الف، يروح هو جاي مزود 50 الف تانيين يقول ب 600 الف، وفضلت الاسعار تتزايد فوق بعضها كده لحد ما بقاش حد عارف مين الصح ومين الغلط. فده برضو سبب من اسباب الاسعار المبالغ فيها في كل الفئات في كل السيارات. واصلا احنا عمالين نتزايد في الاسعار، ومفيش حد محتاج ان هو يشتري عربيات تاني بعد ما الناس اشترت اصلا اثناء ما كانت الاسعار لسه رخيصه. فدلوقتي الاسعار كلها بقت في السماء، ومحدش عارف مين بينافس مين ومين مع مين ومين الصح ومين الغلط. فالناس ما بقتش تشتري عربيات دلوقتي، وكله وقف قرر ان هو يشتري عربيه لحد ما السوق يهدى ويعرفوا هم هيشتروا بأنهي سعر. وبسبب كده سوق المستعمل وقف، وكل الناس بقى معاها عربيات دلوقتي، وكله بقى بيزاد على بعضه، ومحدش عارف احنا فين والاسعار دي هتنزل امتى وهل هتتزايد تاني ولا لا. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه اللي ممكن يحصل في الفترة اللي احنا داخلين عليها دي، في ظل الافوره اللي احنا عايشين فيها ديت، مع موجة الاسعار العالية جدا جدا بشكل مبالغ فيه. دلوقتي السوق واقف ومفيش حد بيشتري عربيات، كل الناس عندها عربيات ومش عارفة تبيعها، فبالتالي الناس هتبدأ تنزل من اسعار العربيات الاوفر دي. فلما الاسعار تنزل الناس هتبتدي واحدة واحدة تشتري، ده في حالة ان الجنيه فضل مستقر زي ما كان ظاهر في اخر اخبار عن تعويم الجنيه. فبالتالي الناس هتبدأ تشتري، والناس هتبدأ تنزل في اسعار السيارات علشان الناس تشتري وتعرف تبيع. فكل اللي معاه عربية هيبدأ يبيعها بسرعة علشان خاطر يحاول يخسر اقل خسارة ممكنة وما يخسرش خسارة كبيرة. ولكن لو الجنيه هيبتدي يحصل فيه حركة غريبة تاني زي اللي حصلت في الفترات الأخيرة دي، هنوصل لموجة تانية ونعيد الدايرة من الأول تاني، بإن الناس تشتري عربيات وتخزنها عندها، وكل واحد معاه قرشين يجمدهم في حاجة. وده بالنسبة للناس اللي في السوق المستعمل. أما بقى بالنسبة للناس اللي في السوق الجديد، فالأوفر برايس هيبدأ يقل، والمفروض أصلا ما يبقاش في حاجة اسمها أوفر برايس على السيارات، لأن دي حاجة أصلا أنت بتدفعها كده بدون مقابل وما بتاخدش قصادها أي حاجة تاني. في العموم ده هيقل، وبالتالي أسعار السيارات الجديدة هتبدأ تقل، والسوق هيبدأ يتحرك واحدة واحدة، والكلام ده على الفترة اللي جاية. انما في الوقت الحالي السوق واقف تماما في المستعمل والجديد، بسبب ان كل الناس كانت بتشتري في الفترة الأخيرة، فكل الناس اشترت ومحدش موجود ان هو يشتري بدل الناس دي. طيب انا دلوقتي واحد معاه قرشين وعايز اشتري عربية وما فهمتش الكلام ده كله، اعمل ايه؟ لو انت تشتري حاجة مستعملة فبنصحك ان انت تستنى شوية، بحيث ان يكون الاسعار نزلت شوية، هتقدر تشتري حاجة مناسبة ليك بقيمة مقابل سعر كويسة. ولو انت محتاج تشتري حاجة جديدة وفلوسك جاهزة ومستعجل قوي ان انت محتاج العربية دي مثلا هتشغلها او هتعمل بيها اي مصلحة هتكون عائد عليك منها كويس، فاشتري. ولكن حاول تختار عرض يكون مناسب ليك، ويكون الاوفر برايس فيه اقل ما يمكن، وتكون العربيه قيمه مقابل سعر، ده لو انت مستعجل. انما لو انت محتاج العربيه وفلوسك جاهزه وهتشتري حاجه جديده، فبنصحك ان انت تستنى شويه، لان كده كده افتراضيا الفتره اللي جايه دي الاسعار هتبدا تنزل في الجديد والمستعمل، وتقدر في المستقبل ان انت تشتري حاجه اوفر برايس قليل وتكون قيمه مقابل سعر، وان شاء الله تكون حاجه قيمه وحلوه. بس كده، شكرا لكم على المتابعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرتم تستفيدوا منه. ما تنسوش تسيبوا لنا لايك وتعليقك في الفيديو عن محتاج نعمل لك فيديوهات ايه الفتره الجايه، وايه توقعاتك اللي ممكن تحصل في السوق الفتره الجايه. ما تنساش لايك وتتابعنا على فيسبوك من خلال اللينك اللي في الوصف، وكمان تشترك في قناتنا على يوتيوب من خلال اللينك اللي في الوصف برضو. مع السلامه.